هاحكي لكم بقى النهارده حكاية بيت عملنا الديزاين بتاعه كحالة مش مجرد furniture. هتلاقوا فيه كمية harmony وانسيابية بين كل قطعة والتانية، حتى بين كل أوضة والتانية. تعالوا نشوف. عارفين ايه السر بتاعي في ديزاين البيت ده؟ الوان الطبيعه، البيج والهافان والبني والاخضر. بدأنا بانسيابيه في كل كيرف، في الال شيب صوفا ديزاين مع سفنج ميديم مريح جدا في الاستخدام، وترابيزه باورجانيك شيب. وهنا بقى عندي السفره هي المايسترو بتاعي، هي اللينك اللي بيربط بين الال شيب صوفا والمطبخ، لان انا عندي اوبن كيتشن. عملت الترابيزه بخطوط انسيابيه زي ال شيب صوفا، لكن البوفيه بخطوط شارب اكتر زي المطبخ. كمان ضفت لمسة نحاس في الترابيزة عشان تديني فخامة لكن ببساطة. حتى الكرسي تعمدت انه يبقى ميكس بين الدورانات بتاع السفرة وشوية بين كراسي البار اللي محطوطة في المطبخ. تعالوا نشوف المطبخ. تعالوا بقى نتمشى شوية وندخل الماستر بيدروم. هنلاقي ان احنا في نفس الفايبس والستايل. ديزاين السرير والكومود سامبل جدا مع الماستر بيس بتاعتي، وهي الدريسر، التسريحة خطيرة بانسيابيه كانها ويف في الاوضه. اما الدريسنج روم فعملت الديزاين بتاعه يبقى مفتوح عشان انا عايزاه يبقى عملي وسهل جدا في الاستخدام بالنسبه لاصحاب البيت. فعملنا الديزاين بتاعه بنفس الالوان الطبيعيه بتاعتنا، مفتوح خالص، واستغلينا كل سنتيمتر فيه بافضل استغلال.